السلام عليكم اصدقائي. في فيديو اليوم بدنا نحكي عن نتائج مباراة الدوري السوري للجولة 16 وبالعناوين: الفتوى يقترب اكثر فاكثر لحسم بطولة الدوري السوري بعد تعثر حاطين الوصيف. اما الوحدة يضرب الطليعة بثلاثية، والجيش يقلب الطاولة على الحرية. اما الكلاسيكو يا عيني على الكلاسيكو، اما الكرامي واهل حلب يا عيني على الكرامي واهل حلب. شوط ثاني رائع، مباراة فيها 4 أهداف، فرص بالمباراة، اداء يعني ما بدي اقول لك الكلاسيكو الزمن الجميل، لكن في شيء حلو بهالمباراه كان بذكرنا يعني بنسبه قليله الى الكلاسيكو الزمن الجميل. فريقين ادوا اللي عليهم واكثر، يعطيكم العافيه. شكرا. برجع بعيد كرامي واهل حلب. الحكم فراس طويل جاب العيد، يعني وجهه نظري انا، ما بدي اقول لك كحكم، انا كمتابع بسيط لكره القدم وجهه نظري انه فراس طويل حكم المباراه ما كان موفق باداره المباراه. يعني كان مستعجل ببعض اللقطات وبالانذارات وبالطرد. في شيء اسمه روح القانون، مو بالقرارات كلها، ببعض القرارات. يعني مثل طرد شادراك محترف اهل حلب، عليه بطاقه صفراء، البطاقه الصفراء الثانيه بمنتصف ملعب ما نهجمي خطره. يعني بهذا او بهاي اللقطه فيك تستخدم روح القانون. بدك تسالني على ركله الجزاء، راح نحكي التفاصيل بقلب الفيديو او ضمن الفيديو. قبل ما تفوت بالتفاصيل، اتمنى تحضرنا على اليوتيوب، تشترك بالقناه، فعل زر الجرس، عم تتابعنا على الفيسبوك، شارك الفيديو اصدقاء، وانا اقول لكم كونوا شاكرين. خلينا نبلش من كرامي واهل حلب. المباراه عم تنتهي بهدفين مقابل هدفين. انس دهان بالدقيقه 11 كان عم يفتتح التسجيل، مازن عماره بالدقيقه 16 عم يعدل الكرامي، ابراهيم عبد الله من ضربه جزاء بالدقيقه 29 كان عم يسجل الثاني الكرامي. بدك تسالني اول سؤال، شو رايك بضربه جزاء الكرامي على اهل حلب؟ هل في مسك؟ هل في عرقلي؟ هل في شد على محمود الاسود قبل ضربه جزاء؟ وبلقطه ضربه جزاء محمود الاسود عمل مراوغه وتوغل ولا اروع من لاعب موهوب. بعدها شو صار داس على الاجر يا موسى، صار شد. انا بدي احكي لك، عم تابع المباراه من كاميرا صدى سبورت او صدى اف ام البعيدي. جيب لي لقطه اقرب من وراء المرمى، او لقطه نادي كاميرا الكرامه او كاميرا اهل حلب، لحكم لك 100%. اما من اللقطه لصدى من بعيد، انا لا شفت مسك ولا شفت دعس على قدم محمود الاسود. انا كرماوي لكن بحكيك منطق وبحكيك طابي. انا هلا اذا بدي اقول لك ضربه جزاء ما راح اعطي الكرامه 3 نقاط. يعني خلينا نكون موضوعيين نحن لو بتقييم الحكم، معلش يعني خلينا نكون نحن منطقيين. بهي الكاميرا اللي كانت على البث المباشر انا ما شفت ضربه جزاء. ممكن تجيب لي لقطه ثانيه، فيديو ثاني يغير رايي، اما بهي اللقطه بهي الصور للامانه ما في ضربه جزاء. خسرت الكرامه 3 نقاط؟ لا. اعطيت 3 نقاط لاهل حلب؟ لا، ما صار شيء. حكيت وجهه نظري، وانت فيك تحكي وجهه نظرك. بحب الكرامي مو معناته انا اقول لك ضربه جزاء 100%، او انت بتحب اهل حلب مو معناته نزاود بالكلام. انا ما شفت ضربه جزاء بهي اللقطه. برجع بعيد بكرر، ممكن تجيب لي لقطه ثانيه تفرجيني غير شيء. ممكن كان عم يعدل شادراك بالدقيقه 55 النتيجه عم تصير بهدفين مقابل هدفين، طردين على اهل حلب. الطرد الاول لابراهيم الزين، الحكم شافه انفراد. بدك ترجع تسالني، راح احكيك متابع، انا ما راح احكيك خبير كره قدم. ممكن تجيب خبير تحكيمي يقول لك كل اللي عم يحكي انا غلط، ممكن انا احكيك كمتابع كره قدم. فيك انت بكومنت تكتب لي كلامك كمتابع كره قدم. طرد ابراهيم الزين هاي بترجع حاله تقديريه للحكم، انا بوجهه نظري وانا كمتابع. اذا هو الحكم مقتنع في راس طويل انه هاي انفراد 100% فيستحق الطرد المباشر. انا بشوفه انه اللاعب كان على جهه اليسار وبده يدخل لمنطقه الجزاء، فيها وعليها تقديريه. بعض الحكام بيعطوه صفرة وبيعلن فاول، بعض الحكام البعض الاخر بيقول لك هذا انفراد مباشر باتجاه الجول فطرد احمر. بقول لك حاله تقديريه عند الحكم. شادراك الكرت الاصفر الثاني انا بشوفه بمنتصف الملعب، كره ما خطره، ولاعب الكرامي كان عم يحاول يقرص مثل ما بنقول نحن بعاميه كره قدم او يراوغ شادراك للخلف، فشادراك كان عم يرتكب خطا والحكم عم يصفر خطا والانذار الثاني والطرد. انا بشوف هون الحكم في راس الطويل كانت ممكن تستخدم روح القانون. لاعب عليه صفرة، بطاقه صفراء، بقرب عليه بقول له انت عليك بطاقه صفراء، خطا ثاني بطردك. برايي انا كان لازم يستخدم روح القانون. الطرد مستعجل من فراس طويل. بالمختصر المباراه انتهت اهل حلب للامانه يعني ضربه جزاء ما اعترض، طرد ابراهيم الزين الاعتراض كان خفيف، بطرد شادراك كان فقط اللاعب يلي كان عم يعترض وكان عم يهدوه، فبرافو للاعبين. وخاصه ضربه جزاء ما شفت اي اعتراض من لاعبين اهل حلب، الامور مشيت تمام. كلاسيكو جميل، كلاسيكو باربع اهداف. كنت بتمنى انه الحكم يكون شوي موفق بالمباراه اكثر. المباراة الثانية طولنا بهالمباراة، بعتذر انما صار فيها احداث كثير. المباراة الثانية حطين كان عم يخسر امام الساحل ب3 اهداف مقابل هدفين. شو اللي صار مع حطين؟ طب انت وصيف وغدا راح يلعب المتصدر وانت على بعد نقاط مع انت ب 28 نقطة او عفوا 29 نقطة
7 نقط. يعني انت المفروض اليوم امام الساحل تحط الفتوه تحت الضغط. ليش ما عملت هذا الشيء؟ حاطين كان عم يخسر امام الساحل ب3 اهداف مقابل هدفين، كان عم يفتتح التسجيل، حاطين بازار بالدقيقه 14 كان عم يسجل او عم يعدل للساحل براء ديار بكرلي 36، خالد كوجلي 48، محمد حسن بالدقيقه 65 كان عم يقلص الفارق اللي حاطين محمد قلفت بالدقيقه 90. المباراه عم تنتهي ب3 اهداف مقابل هدفين، 3 نقط وزنهم من ذهب للساحل امام وصيف، امام خصم صعب عم يرفع رصيده ل 12 نقطه. حاطين عم يقتل احلامه بايديه، حاطين عم يقتل احلامه بالمنافسه او البقاء على المنافسه في الدوري بايديه، يعني ما حدا عم يقتل له احلامه. نحن عم نقول لحاطين دائما بدك تنتصر هدايا الاخرين، انت اصلا ما عم تحقق الانتصار، فلذلك خساره مستغربه من حاطين، يعني قتلت احلام جماهيرك بايدك. مبروك للساحل، برافو الساحل، 3 نقط وزنهم بالذهب. المباراه الثالثه جبل والوسبي تعادل بدون اهداف. يعني جبلي نفس الشيء، كنت المفروض تستفيد من تعثر حاطين. انت ممكن كنت اليوم لو تفوقت على الوسبي تصعد للوصافي. الوسبي بمرحله الاياب غير موفق الى الان بكل امانه، عم يرجع للمركز التاسع ب 16 نقطه. تعادل هو خاسر للفريقين بكل تاكيد. المباراه الرابعه اللي كانت عم تجمع الوحده والطليعه، الوحده كان عم يضرب الطليعه ب3 اهداف مقابل شيء. مستغرب؟ ايه مستغرب، هي النتيجه مستغربه. ما نحن ما عم نقول انه مستغربه لانه الوحده ما بيستاهل بكل تاكيد، لا، بس شفنا سلسله النتائج السيئه للوحده، وشفنا انه الطليعه بلش من المرحله السابقه ممكن نرجع لسلسله انتصارات. الوحده التايه، الوحده مانو عنده مشاكل اداريه، مشاكل ماليه، اليوم عم تفوق على الطليعه ب3 اهداف مقابل شيء. يعني دورينا دائما غريب. ماهر دعبول بالدقيقه العاشره، انا صبوطه بالدقيقه 14، يحيى كرك بالدقيقه 55. هارد لك للطليعه، من القلب مبروك للوحده. اما الحريه والجيش، يعني الحريه اليوم مره اخرى يهدر 3 نقط كانت ما بدي اقول لك بالمتناول، كان بدها شويه تركيز لانه كان عم يفتتح تسجيل محمد يوسف دقيقه 19 ودقيقه 50. يعني محمد يوسف سجل هدفين دقيقه 19 دقيقه 50. الجيش عم يقلب الطاوله عن طريق مؤيد عجام دقيقه 58، نور خميس 60، والدقيقه الاخيره باسل مصطفى بالدقيقه 94 عم يسجل الهدف الثالث للجيش، و3 نقط وزنهم من الذهب. ماذا يحصل مع الحريه؟ من حكينا نحن، انا حكيت بالمباراه ممكن تكون مفاجاه للحريه وينتصر على الجيش، انا هيك توقعت، انما يعني انتصر ببدايه المباراه ما قدر يكمل للدقيقه 90. بتبقى المباراه، مبروك للجيش، هارد لك للحريه. بتبقى مباراه الفتوه تشرين غدا. الفتوه ان انتصر يقترب اكثر فاكثر، يعني صار انتصر بكره الفتوه على تشرين، يعني الدوري مساله وقت وليس نقاط، لا وقت فقط، يعني بس مراحل تمرق والفتوه بطل الدوري. الدوري السوري الفتوه بالصداره 36 نقطه، وغدا قد يصل الى النقطه 39. حاطين 29 نقطه، جبلي 28 نقطه بالثالث، مركز الثالث. الرابع تشرين 28 تفوق على الفتوه، راح يصل الى المركز الى النقطه 31 ويصير وصيف. الخامس الجيش 23 نقطه، السادس اهلي حلب 23 نقطه، السابع رجع على السابع ورجع الثابت يابي، ثابت والسابع رجعوا ب 20 نقطه الكرامي، الثامن طلع ب 20 نقطه، التاسع الوسمي ب 19 نقطه، العاشر الوحده ب 14 نقطه، ال11 الساحل 12 نقطة، 12 والأخير مركز 12 الحرية ب7 نقط. الحرية اليوم أهدر 3 نقط بكل ما تعنيه الكلمة، كانت ممكن تخليه أو يصير على بعد نقطتين من الساحل. نهاية فيديو اليوم، ما هو ترتيب فريقك المفضل؟ ونتيجة فريقك المفضل. بالنسبة لمباراة الكرامي وأهلي حلب، أنا حكيت وجهة نظري بعيدا عن التعصب، عشق الكرامي وبحترم أهلي حلب وعشق الكرامي وبحترم كل الأندية السورية، بعطي كل شخص حقه بوجهه نظري وليس بتعصب. انا بس احكيك على الدوري السوري، ببتعد عن التعصب، حكيت لك وجهه نظري اليوم، ممكن تتقبلها ممكن لا، بتمنى نحترم بعض بالكومنتات. اتمنى دائما تضلوا على خير. السلام عليكم.